في تاريخ السينما المصرية في ممثلين يخلوك تضحك وممثلين يخلوك تعيط، بس في ممثل واحد بس أول ما وشه بيظهر على الشاشة ضربات قلبك بتزيد قوي وبتحس برعب حقيقي. الراجل اللي نظرة واحدة من عينيه كانت كفيلة تخلي عمالقة الفن يترعشوا قدامه، الشرير الأقوى وغول التمثيل زكي رستم. تخيل إن الشرير المرعب ده اللي كان بيظهر في الأفلام رئيس عصابة أو إقطاعي ظالم ما بيعرفش الرحمة، كان في الحقيقة ابن بشوات، سليل عيلة أو أرستقراطية من أعيان البلد. الحكاية بدأت في 5 مارس سنة 1903 في قصر فخم جدا بميدان الحلمية في قلب القاهرة. اتولد زكي رستم عشان يلاقي نفسه في وريد العائلات الحاكمة. والده ما كانش شخص عادي، ده كان محرم بيك رستم، واحد من كبار أعيان وملاك الأراضي في مصر، لكنه كان راجل تقيل ومقرب جدا من الحزب الوطني ومن الزعيم مصطفى كامل ومحمد فريد. ومش بس كده، ده جده يبقى اللواء محمود رستم باشا، أحد أبرز قادة الجيش المصري وقتها. والقصر اللي اتولد فيه زكي رستم كان ملك جده الباشا. زكي رستم اتولد وفي بقه معلقة ذهب، مستقبله جاهز ومتفصل عشان يكون سياسي أو رجل قانوني يعيش في القصور. لكن زكي رستم ساب كل الجاه والعز ده ولبس قناع الشرير عشان يحقق حلمه في التمثيل. وبرضه زي اغلب فنانين الشر، الهوايه الاولى والاهم هي الرياضه. مش عارف ايه المعضله او ايه الرابط دوت، بس هم كلهم بيحبوا الرياضه وكلهم هوايتهم الاولى الرياضه. لو بتسال نفسك هي الهيبه المرعبه والجسم الشديد اللي كان بيظهر بيه في الافلام دول جم من فراغ؟ الاجابه هتصدمك. سنه 1924 وقبل ما يدخل عالم الفن بشكل رسمي، زكي رستم شارك في بطوله مصر لرفع الاثقال للهواه، والمفاجاه انه نافس وحوش اللعبه واخد المركز الثاني على مستوى مصر كلها. والعجيب بقى ان الرياضه دي بالذات هي اللي فتحت له باب الفن من غير ما يقصد. لما كان طالب في المدرسه الخديويه الثانويه، بنيته الجسديه القويه وتفوقه في رفع الاثقال لفتوا نظر كل اللي موجودين، وقالوا الواد ده هيبته تنفع على المسرح، واختاروه فورا عشان يشارك في مسرحيه مدرسيه لكونه طالب رياضي متميز. ومن هنا اتولدت الشراره الاولى لشغفه بالتمثيل. تخيل غول السينما كان بيشيل حديد، واللياقه البدنيه الجباره دي مش بس جابت له اول دور، لا دي ساعدته طول مسيرته الفنيه انه يحافظ على حضوره المرعب على الشاشه ولياقته العاليه وصوته الجهوري المزلزل اللي ميز ادواره السينمائيه. لما كان بيقف قدام الكاميرا ويتبرق بعينيه، بنيته الرياضيه وصوته القوي كانوا بيدوا للشخصيه تقل ورعب حقيقي، لدرجه تخلي اي بطل قدامه يحس انه قزم. الراجل ده حرفيا صنع هيبته بايده وعرقه في الجيم قبل ما يصنعها بموهبته قدام الكاميرا. بعد ما خلص دراسته وبسبب هيبته الرياضيه، كان المفروض والطبيعي بحكم اسم عيلته انه يدخل كليه الحقوق، ودي كانت الرغبه الاولى والاخيره لوالدته عشان يتخرج ويبقى رجل قانون او سياسي كبير يليق بآل رستم. لكن في سنه 1924 حصل التمرد الاكبر والصدام اللي هز اركان العيله. وقف زكي رستم بكل شموخ وقفل الباب في وش الحقوق والمستقبل المتفصل، وقال لوالدته بملء فمه انا طريقي هو التمثيل. وهنا بالظبط جه على بال يوسف وهبي، هو برضه نفس القصه وساب العيله الارستقراطيه واختار التمثيل. الكلمه دي نزلت على الام وكانها صاعقه دمرت برستيج العيله في الزمن ده. التمثيل كان في نظرهم عار وشغلانه ما تليقش بابن محرم بيك رستم. والدته صارت عليه وطردته بره السرايا بالهدوم اللي عليه. ومش بس كده، العيله كلها قطعت اسمه تماما وشطبوه من دفاترهم وكانه ما جاش الدنيا. لكن الوجع الحقيقي والشرخ اللي ما يتصلحش حصل بعد الطرد بكام يوم. من كتر الصدمه والزعل والقهر على ابن البشوات اللي ساب العز عشان يبقى مشخصاتي، مرضت والدته جدا واصيبت بالشلل. الموقف ده ساب جوه قلب زكي رستم غضب شديد وذنب ووجع واحساس بالمسؤوليه فضل كاتم على نفسه وملازمه طوال حياته. الغول اللي كان بيرعب الملايين بنظره كان عايش مكسور وعاجز قدام ذنب انه كان السبب في شلل امه. زكي رستم لقى نفسه بره السرايا، معاه هيبته وصوته الجهوري ووجع قلبه، بس ما عندوش اي طريق يدخل بيه عالم الاحتراف. عايش على الرصيف وبيدور على قشه تتعلق بيها موهبته. وهنا بيظهر في حياته العراب وطوق النجاه. سنه 1925 وهو في عز حيرته بيظهر الفنان العبقري عبد الوارث عصر. الراجل ده ما كانش مجرد ممثل، ده كان خبير بيكتشف الجواهر المستخبيه. اول ما شاف زكي رستم واتكلم معاه، لمح في عينيه البركان الفني والطاقه الجباره اللي مستنيه فرصه عشان تنفجر، وعرف فورا ان البنيه الرياضيه والصوت ده وراهم عملاق سينما قادم. عبد الوارث اخذ زكي رستم من ايده وقدم له رئيس مملكه المسرح في الوقت ده، المخرج الاسطوري عزيز عيد. وعزيز عيد اول ما عمل له اختبار وانبهر بكاريزمته، قال له مكانك جاهز، وضمه فورا لفرقه اتحاد الممثلين ومنها لفرقه رمسيس الشهير. الخطوه دي في سنه 1925 ما كانتش مجرد بدايه شغلانه، دي كانت شهاده ميلاد غول التمثيل، اللحظه اللي اتحول فيها الشاب الطريد لاول مره لممثل محترف بيقف على خشبه المسرح وبيهز البلاتوهات بصوته. وبدا يثبت لعيلته والدنيا كلها ان التضحيه بالقصر ما كانتش جنان، دي كانت البدايه الحقيقيه ليه في عالم الفن. ودخل زكي رستم عالم الفن وما قعدش مستني النجوميه تجيله على الجاهز، بدا يتنقل بين اكبر واقوى مدارس المسرح في تاريخ مصر. اشتغل في فرقه جورج ابيض، وبعدها انتقل لفرقه رمسيس مع يوسف وهبي، ومنها لفرقه فاطمه رشدي، لحد ما بقى واحد من الاعمده الاساسيه في الفرقه القوميه المصريه. المدارس دي ما كانتش مجرد فرق بتمثل، دي كانت عساكر ومؤسسات ما فيهاش هزار. وهنا بقى اتولدت الخلطه السريه لغول التمثيل. المرحله دي هي اللي شكلت لغته العربيه الفصحى الفخمه. اتعلم ازاي يطوع البنيه الرياضيه اللي اتكلمنا عنها عشان تخدم مخارج
المخارج حروف الحاده والقطعه زي السيف، بقى يقدر يرمي الكلمه في اخر الصاله من غير ميكروفون وتوصل للمشاهد بنفس قوتها. والاهم من ده كله انه اتعلم التحكم المرعب في نبرات صوته، بقى صوته اداه موسيقيه يقدر يكلمك بنبره همسه تخليك تترعش من الخوف، وفي ثانيه يقلبها لثوره وصوت جهوري يرعبك. زكي رستم ما طلعش على الشاشه بالصدفه، ده اتعجن مسرح واتصنعت موهبته على ايد عمالقه لحد ما بقى جاهز تماما يخرج من كواليس المسرح عشان يواجه كاميرات السينما. وجات اللحظه اللي السينما هتفتح فيها دراعاتها لزكي رستم. بس البدايه ما كانتش زي ما احنا متخيلين، البدايه ما كانتش بالصوت الجهوري، البدايه كانت في عصر السينما الصامته. في سنه 1930 اختاروا المخرج الرائد محمد كريم عشان يشارك في واحد من اهم الافلام في تاريخ الفن المصري، فيلم زينب. مفيش حوار، مفيش كلام، ومفيش صوت جهوري يرميه في اللوكيشن. الرهان كله كان على ملامحه، على عينيه، وعلى لغه جسده الرياضيه القويه اللي اتكلمنا عنها. ورغم ان الفيلم صامت الا ان زكي رستم عمل اعجاز حقيقي. بنظره عين واحده حاده وتعبيرات وش قاسيه وصارمه قدر يوصل للمشاهدين مشاعر الشخصيه من غير ما ينطق ولا كلمه. وعرف المخرجين انهم قدام ممثل فريد، ممثل مش محتاج يتكلم عشان يرعبك، ملامحه لوحدها كفيله تقوم بالواجب وزياده. زكي رستم ما كانش مجرد ممثل بيأدي دور شر وخلاص، الراجل ده عمل اللي محدش عرف يعمله، غير نمطيه الشرير. في الوقت اللي كانت السينما بتقدم فيه الشرير بشكل كرتوني وتقليدي اللي هو بيضحك ضحكه شريره، زكي رستم قدم الشر الانساني المتلون، الشر اللي يبان حقيقي وواقعي زي اللي في الشارع بالظبط. قدم لك الباشا الاقطاعي اللي بيحرك كل خيوط المؤامرات بذكاء وبرود في فيلم صراع في الوادي سنه 1954، وفي ثانيه يقلع البدله دي ويلبس لك توب الشرير السايكوبات الاناني ويبلع سوق الخضار كله في فيلم الفتوه سنه 1957، وبعدين يتحول للزوج القاسي الارستقراط اللي بيخنق مراته بجمود وتقاليد العيله في فيلم نهر الحب 1960. قدم شر عباره عن لحم ودم وتعيش معاه وتصدقه. والصدمه الحقيقيه بقى ان الراجل اللي رعب مصر بالثلاث اشكال دول من الشر هو نفسه الراجل اللي واقف قدام الكاميرا في فيلم انا وبناتي سنه 1961 عشان يقدم العكس تماما، يورينا وش الاب الطيب المغلوب على امره، الراجل الغلبان اللي شايل هم بناته ودموعه بتنزل من قله الحيله. التناقض والتنوع الرهيب ده هو اللي خلى المشاهدين والنقاد يقدروا موهبته ويحترموه. وعشان نشوف العبقريه دي اتجسدت ازاي في السينما لازم نقف عند محطه فيلم من اهم واقوى افلام زكي رستم، فيلم خاتم سليمان سنه 1947، وهو عباره عن فيلم فانتازيا وخيال مصري من بطوله بديع صادق، يحيى شاهين، زكي رستم، مختار عثمان. الفيلم ده ما كانش مجرد قصه خياليه، ده كان استعراض عضلات لغول التمثيل في تحول الشخصيه من قمه الطيبه لقمه الشر والجبروت. الحكايه بدات مع المعلم بيومي، راجل شغال في ساحه صيد وتجاره السمك، طيب وجدع ميسور الحال وليه هيبته وسط السوق. قلبه من زمان هو متعلق بليلى ومش شايف غيرها قدامه، ولكن ليلى قلبها مع محمود وبتحبه. وفي يوم راح المعلم بيومي يطلب ايديها من عمها وعرض عليه فلوس كتير، ولكن عمها رفض. والمعلم رجع البيت زعلان وقعد يشكي همه لمنصور. ووسط القعده ومنصور بينظف السمك عشان ياكله، فجاه بيلاقي في ايده خاتم جوه السمك بيديه للمعلم بيومي، واول ما بيلبسه بيطلع له مارد، وبيعرف ان الخاتم ده خاتم سليمان. وفي ثانيه واحده السحر بيقلب حياته وكل حاجه بتبقى متاحه ليه، بيتحول من مجرد معلم في سوق السمك لملياردير صاحب نفوذ مرعب وقصور واموال مفيش لها اخر، وبقى اسمه حسني باشا السعيد. وبدل ما الفلوس الكتير دي تريحه، هنا بتبدا اللعنه. بيومي بيفتكر البنت الجميله ليلى اللي حبها ورفضته، وقلبها متعلق بشاب بسيط من سنها اسمه محمود. بيومي ما اكتفاش بالثروه والنفوذ، ده طلب يقابل عم ليلى وضغط عليه بكل الطرق الممكنه، وعرض عليه مهر ليلى 5000 جنيه لحد ما خلاه يوافق يخطبها له ويجبرها على الجواز منه بالعافيه. لكن ليلى رفضت تستسلم وتبيع نفسها بالفلوس. ولما عرف محمود باللي بيحصل راح لعمها عشان يعرفه ان كده بيخلف الوعد وبيعمل عكس اللي قاله لمحمود. ولكن عمها بيرفض محمود وبيدي كوبايه ميه لليلى فيها سحر عشان يقدر يجبرها توافق على الجواز من حسني باشا. وبالفعل بتوافق تتجوز منه وهي فرحانه. بيروح محمود الفرح وهو مصدوم، ازاي ليلى توافق تتجوز بالسهوله دي وتنساها فجاه. ولكن لما بيسلم عليها بيبدا مفعول السحر يروح تدريجي، بس بيجي عمها على اخر لحظه ويوقف محمود ويمشيه. وبعد انتهاء الفرح ينتهي مفعول السحر وبتكتشف ليلى اللي حصل، وبتصدم وتصرخ لما بتشوف الوش الحقيقي لحسني وبيغمى عليها من الصدمه. وفي اليوم التاني حسني بيقعد معاها ويعرفها قد ايه هو بيحبها وممكن يعمل عشانها اي حاجه بشرط انها تفضل جنبه وتحبه، ويحاول بكل الطرق يسعدها. ولكن ما زال قلبها متعلق بمحمود اللي بيحاول بكل الطرق يكون شخص ناجح ومتفوق. اول ما بتكتشف ليلى ان هو موجود في مصر من خلال الجورنان بتتصل بيه على طول، ولكنه بيرفض يكلمها وبيقفل المكالمه على طول. ولما بيكتشف حسني اللي بتعمله وانها لسه بتفكر في محمود بيظهر الوش التاني المرعب وبيهددها انها مش هتشوف الشارع وهيمنع عنها التليفون ويحبسها في القصر. بيطلب من المارد ان ليلى تخضع له وما يكونش في قلبها غيره، ولكن المارد بيرفض لانه ما بيقدرش يتحكم في مشاعر البشر. بيتحول حسني لوحش كاسر وبمنتهى الغل والجبروت خطف ليلى وحبسها في سجن. كان بيبص في عينيها وهي بتبكي وبتترجاه، وبمنتهى القسوه والبرود بيقول لها هتتجوزيني يعني هتتجوزيني، ومحمود ده هدوس عليه برجلي وافعصه زي الحشره. اللقطه دي بالذات زكي رستم ما كانش بيمثل فيها، ده كان
يوريك الوش الحقيقي للانانيه لما تتملك من انسان ويكون معاه قوه خارقه. خلى المشاهدين في السينما يكرهوا بيومي من كل قلوبهم. بيبدا يخطط عشان يبعد محمود عن طريقها تماما. شخصيه المعلم الجدع بتدوب تماما وبيظهر الوش المرعب لزكي رستم. الاحداث بتوصل لذروه الحبكه لما بيومي بيعرف ان محمود هيجرب اختراع يوم الثلاث وبيخلي مشروع يفشل ويحصل انفجار ويلبسه تهمه سرقه الخزنه وانه سبب الانفجار عشان يسرق الفلوس. وبيتلفق لمحمود تهمه كبيره بتوصله لحبل المشنقه. ولما بتعرف ليلى بتلومه على اللي هيحصل لمحمود وبتأنبه وبيبدا يفكر في كلامها وبيحس بالذنب اللي عمله. لما ضميره بيظهر ويعرفه الغلط اللي عمله ويقوم جواه صراع نفسي رهيب يتدرس في معاهد التمثيل، خصوصا لما بيطلب يتخلص من ضميره وبيكتشف ان مارد الخاتم عاجز عن مساعدته ومنحه السعاده. هنا بيشوف السواد اللي وصل له وبيكتشف ان القوه والسحر والفلوس دمروا كل حاجه حلوه حواليه. وفي لحظه تجلي انسانيه بتبكي المشاهد بيومي بياخد القرار الصعب. بيقرر يتخلص من خادم سليمان ويرميه عشان يرجع بيومي القديم. وبيطلع كل ده كان حلم وبيفوق فجاه بيكتشف انهم خلاص هيعدموا محمود. بيروح عشان ينقذه وبيقدر ينقذه وبيتجوز من ليلى وبيكون فرحان بيهم بعد ما كان عاوز يقضي عليهم. الراجل ده في فيلم واحد خلاك تتعاطف مع المعلم الطيب وتكره وتترعب من الباشا الاناني اللي خطف وحبس وتبكي وتتاثر مع الانسان التايب اللي رجع لاصله. وده اللي خلى خاتم سليمان علامه مسجله باسم زكي رستم. وعشان العبقريه دي والجبروت الفني اللي ملوش مثيل كان طبيعي ان النجاح بتاع زكي رستم يكسر حدود مصر والوطن العربي ويوصل لاكبر منصات الصحافه العالميه في اوروبا وامريكا. المجله العالميه الاولى اللي شهدت بقوه على براعته وجبروت تقمصه كانت مجله باري ماتش الفرنسيه الشهيره واللي عملت تقرير تاريخي اختارت فيه زكي رستم كواحد من اعظم وافضل 10 ممثلين في العالم كله. وده كان تقديرا لموهبته الاستثنائيه اللي هزت قلوب النقاد في اوروبا. وبكده فرنسا اعترفت ان الممثل ده مش مجرد نجم محلي، ده عبقريه عابره للقارات. ومش بس فرنسا، ده كمان مجله لايف الامريكيه الشهيره واللي هي واحده من اكبر واعرق المجلات على كوكب الارض. المجله الامريكيه دي وصفت رائد مدرسه الاندماج والتقمص بلقب فخم جدا وقالت عنه انه اعظم ممثلي الشرق. ومش كده وبس، دي اكدت للدنيا كلها ان زكي رستم بيمتلك قدره غير عاديه على التقمص وانه ما بيقلش باي حال من الاحوال في ادائه وموهبته الاستثنائيه عن الممثل البريطاني العالمي الشهير تشارلز لوتون. الراجل ده كان بيطبق اصعب واعقد المدارس التمثيليه في العالم بالفطره، مدرسه الميثود اكتنج او الاندماج والتعايش الكامل مع الشخصيه. زكي رستم ما كانش بيلبس الدور قدام الكاميرا ويقلعه في الكواليس، ده كان بيتحول للشخصيه لحم ودم. في كواليس فيلم الفتوه سنه 1957 وهو بيعمل دور المعلم ابو زيد الجبار كان بينه وبين فريد شوقي صراع سينمائي طحن. المفاجاه بقى ان زكي رستم طول فتره تصوير الفيلم كان بيرفض تماما انه يتكلم مع فريد شوقي بره الكاميرا. انت متخيل؟ تخيل معايا فريد شوقي يدخل يسلم عليه ويهزر في الكواليس وزكي رستم يدار وشه ويدوس على اسنانه ويديله نظره خشبيه مرعبه ويرفض ينطق معاه كلمه واحده. فريد شوقي في البدايه استغرب واتضايق بس بعد كده فهم العبقريه. زكي رستم ما كانش كاره فريد شوقي الانسان، ده كان بيعمل كده عشان يحافظ على شحنه العداء والجبروت والكره اللي جواه بكامل طاقتها. الراجل ده ما كانش بيمثل الشر، ده كان بيخزن الشر جواه في الكواليس عشان يطلعوا اعصار يدمر اللوكيشن. وده السر اللي خلاه رائد مدرسه الاندماج في الشرق كله. زكي رستم كان عنده موقف صارم ومقدس من الفن. الراجل ده كان بيتعامل مع الشغلانه ببرستيج وكرامه تخض اي حد. عشان تعرف مدى احترامه لجمهوره وللشخصيه اللي بيلعبها، زكي رستم ما كانش بيعتمد على لبس استوديوهات التصوير او هدوم الانتاج، ده كان بيمسك السيناريو ويذاكر الشخصيه وينزل بنفسه ويشتري ملابس الادوار من ماله الخاص. لو بيلعب دور باشا كان بيفصل بدله عند افخر خياطين الارستقراطيه في مصر ومن اغلى الاقمشه المستورده. ولو بيلعب دور المعلم او الجزار كان بيفصل الجلاليب والعبايات من خامات اصليه وغاليه جدا عشان تطابق الواقع بالملي. كان بيقول المشاهد لازم يصدق اللبس قبل ما يصدق الكلمه. زكي رستم كان بيرفض تماما النقاش في اجره. كرامه الفنان عنده كانت خط احمر وما فيهاش فصال. الكلمه اللي بتطلع منه في الاجر هي كلمه واحده، يا توافقوا عليها بكرامه واحترام يا يسيب لكم الفيلم ويمشي وهو حاطط راسه في السماء. الفن في نظره ما كانش سبوبه، ده كان رساله وهيبه وكيان. المفاجاه اللي هتخليك تشوف زكي رستم بوش تاني خالص عمرك ما تتخيله. انت شايف قدامك وحش كاسر وغول بيمثل الشر والسيطره، الراجل اللي كان بتتهزله استوديوهات التصوير كلها لمجرد انه يمر في الممر، لدرجه ان سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه بنفسها كانت بتخاف منه وبتترعش ورا الكواليس لما تعرف ان عندها مشهد مواجهه قدامه من كتر جبروت تقمصه. لكن ورا كل الرعب ده وورا القناع الحديدي والجسم الرياضي والصوت الجهوري كان بيستخبى انسان تاني خالص. الوحش اللي جنن مصر كان في الحقيقه انسان شديد الخجل، رقيق المشاعر لابد الحدود ومنطوي على نفسه بشكل ملوش مثيل. كان بيهرب من التجمعات ويرفض الحفلات ويقعد في ركن لوحده في اللوكيشن كانه طفل خايف من الدنيا. السينما كانت بالنسبه له هي المكان الوحيد اللي بيقدر يصرخ فيه ويفجر طاقته، لكن بره الكاميرا كان عايش جوه شرنقته الخاصه هادي ومنعزل عن العالم كله. ومن كتر خجله وانطوائيته زكي رستم اخذ قرار بالهروب التام من الاضواء. الراجل اللي ملايين البشر بيتمنوا اشاره منه قفل على نفسه الابواب بالترباس. تخيل انه عاش لسنوات طويله جدا في بيته من غير ما يركب تليفون ارضي، ما كانش عنده خط تليفون في شقته اصلا عشان يمنع اي ازعاج
انزعاج او اي حد يوصل له بره الشغل. ومش بس كده، الراجل ده ما كانش له اصدقاء من الوسط الفني نهائي، وكان بيرفض تماما وبشكل قاطع انه يحضر العروض الخاصه لافلامه او يقابل صحفي يعمل معاه حوار. طول ما الكاميرا دايره وشغاله هو الغول اللي مال الدنيا. لكن فورا واول ما المخرج يصرخ بكلمه قط، زاك روستم كان بيتحول لشخص تاني، يلم حاجته في صمت كانه حد غريب، يركب عربيته ويهرب من الاستوديو باقصى سرعه ويرجع لصومعته وشقته في عماره يعقوبيان. وفي سنه 1962 بدا الفصل الاخير والحزين في حياه الغول. في السنه دي زاك روستم بدا يلاحظ حاجه مرعبه، بدا يفقد حاسه السمع بالتدريج، والموضوع زاد معاه لحد ما وصل لضعف السمع شديد جدا. الدكاتره نصحوه والكل ترجاه انه يلبس سماعه طبيه عشان يقدر يمارس حياته وشغله. لكن هنا بقى بتظهر جينات ابن البشوات. هو كبرياء فظيع زاك روستم وشموخه رفضوا الفكره تماما. انت متخيل؟ بجد مش متخيل كميه الكبرياء دي للدرجه دي. رفض يلبس السماعه، كان شايف ان زاك روستم بقوته وجبروته ما ينفعش يقف قدام الكاميرا او قدام الناس وحاطط سماعه في ودنه. كبرياءه الفني والشخص منعه انه يظهر بمظهر الضعيف او العاجز، فقرر يشيل الوجع لوحده في صمت. والموضوع ده عمل له ازمه مرعبه في التصوير طبعا. بقى يقف قدام الكاميرا ومش سامع زميله بيقول ايه، فكان بيعمل شيء غريب جدا. كان بيقعد يذاكر السيناريو بالليل ويحفظ دوره ودور اللي قدامه بالظبط، ويقف قدام الكاميرا عينيه مش بتفارق شفايف الممثل اللي قدامه، بيراقب حركه الشفايف، واول ما تاف يعرف ان دوره جه في الكلام فبيبدا ينطق. تخيل حجم العذاب والضغط العصبي اللي كان عايش فيه سنه 1962. راجل بيصارع الصمت بكبرياء وبيمثل بعينيه وحافظه مش بودنه. لحظه الانكسار والاعتزال اللي قفلت الستار على اعظم غول تمثيل عرفته السينما سنه 1967. زاك روستم كان واقف في اللوكيشن بيصور فيلمه الاخير اجازه صيف. ضعف السمع كان وصل لمرحله صعبه جدا، وهو واقف قدام الكاميرا في مشهد في مقهى صاخب، وبسبب الضوضاء الشديده ما كانش سامع زمايله ولا قادر يقرا شفايفهم. ولما دارت الكاميرا اخطا في توقيت اعاده الجمله لانه ببساطه ما كانش سامع المخرج ولا الممثلين بيقولوا ايه. وهنا حصلت الكارثه اللي هزت كبريائه. المخرج صرخ وعاد المشهد، وزاك روستم لاول مره يحس بنظرات عطف او قله حيله من اللي حواليه. الكبرياء اللي عاش بيه طول عمره والشموخ اللي هد بيه بلاتوهات السينما انكسر في ثانيه واحده. الغول اللي رعب الملايين انهار وبكى في كواليس الاستوديو، وبنبره مكسوره بس فيها كل عزه نفس الدنيا قرر يحمي تاريخه بجمله للتاريخ: الفنان مش لازم يتهان. وبعد ما خلص الفيلم بمهنيه شديده لم حاجته وخرج من الاستوديو وهو رافع راسه واعتزل الفن نهائيا وبلا رجعه. 15 فبراير سنه 1972 الصمت اللي عاش فيه زاك روستم اتكسر فجاه. اصيب بازمه قلبيه حاده ومفاجاه ونقلوه فورا لمستشفى دار الشفاء بمصر الجديده. وفي صمت تام وبدون اي ضجه صعدت روحه لبراءه عن عمر يناهز ال 68 سنه. مات الوحش اللي رعب الملايين، مات في هدوء وسكينه كانه ملاك بريء. لكن الصدمه الحقيقيه والمفارقه اللي توجع القلب بجد كانت في الجنازه. تخيلوا الراجل اللي افلامه كانت بتكسر شباك التذاكر والنجم اللي تاريخ السينما كله واقف على كتافه خرجت جنازته في مشهد متواضع لابعد الحدود. الشوارع ما كانتش مقلوبه والوسط الفني كله ما كانش موجود. من بين كل نجوم وممثلين مصر ما حضرش الجنازه دي غير عدد قليل جدا يتعدوا على صابع الايد الواحده، وكان على راسهم رفيق رحلته الفنان القدير عبد الوارث عصر، الراجل اللي قعد يبكي على صاحبه وعشره عمره بحرقه وهو شايف غول التمثيل بيتدفن في هدوء مريب. لكن هل الوسط الفني هو اللي خذله؟ هنا بقى السر العظيم والحبكه اللي تخليك تنحني للراجل ده. الجنازه الصامته والمتواضعه دي ما كانش تقصير من حد، دي كانت تنفيذا لرغبته هو الشخصيه. زاك روستم كان ساب وصيه واضحه وصارمه: مش عايز ضجه، مش عايز حد يتاجر بموتي. الراجل اللي عاش طول عمره هربان من الاضواء وسيف البشر قرر انه يتوارى عن الانظار حتى وهو رايح للقبر. رفض الاستعراض في الموت زي ما رفضه في الحياه. اقدر اقول لكم ان احنا كده خلاص وصلنا لاخر الفيديو. لو انت اول مره تشوفني والفيديو بتاعي ظهر لك بالصدفه اتمنى الفيديو يكون عجبك. ما تنساش تقول لي في الكومنتات رايك وايه رايك في زاك روستم، وهل خطواته كلها كانت صح او غلط. شارك الفيديو مع كل اهلك وزمايلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.